السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه البيض في الكوشه، الوصفه اللي راح تنسيك في كامل الوصفات وما تخليك تخمي لا على فطور نيا على العشاء. وصفه سهله مهله راح توجد لك مامبا في 10 دقائق. نقولوا بسم الله ونبداو على بركه الله. لهنايا كنت جبت طوماطيس تاعي بعد ما درت لها ملعقه صغيره تاع فلفل اسود وملعقه ملح وقليتها في المقله. من بعد رحيتها لوبرا ميكسور. من بعد نجيبها لهنايا نديرها في سنيوه اللي كنت دهنتها بالزيت. من بعد نزيد عليها البيض، ما نخلطو ني والو، نفقس الحبه ونحطها فوق هذيك الطوماطيش. البيض كما تحبوا نتوما ولا كل واحد كيف. من بعد نجي ندير فوق هذاك البيض رشه تاع الملح وشويه تاع الحرور ونزيد عليه شويه تاع الفرماج. ندخلو على درجه حراره 180 درجه وشوفوا لي هنايا بعد ما خرجتوا. قلت لكم وصفه سهله مهله راح توجد خاف معكم وتخليك تخمم ني على الفطور ني على العشاء. شوفوا لي هنا انا بعد ما جيت قسمت هذاك البيض تاعي وفيه واحد البنه روعه روعه روعه، ما تحسوه لا مقلي ولا مغلي، ما راح تعرفوا غير بنته غير لما تسيوه. شوفوا لي هنايا انا بعد ما ذقت كيفاش راح طيب هذاك البيض وكيفاش راح طيب هذيك الطوماطيش. هذه كانت وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.